اخيرا بعد طول انتظار اقدر اقول لكم ان فرحنا قرب، واليوم ده ما بيجيش غير مره واحده في العمر، علشان كده ما ينفعش يعدي من غير حمام السرايا. هي دخلت قسم البنات وانا دخلت قسم الرجال. واول حاجه بتخش اللوكر تحط حاجتك، بعد كده بتاخد دش حلو، واول حاجه بتعملها هناك بتخش الساونا بتنشط الدوره الدمويه وبتطلع منها رايقه على الاخر. بعد كده تخش تاخد دش تاني علشان تطلع على الجاكوزي، واللي اكتشفته ما كنتش اعرفه ان الجاكوزي مفيد للمسام بتاعه البشره والمفاصل وبيحفز الدوره الدمويه. بعد كده عملت حمام مغربي، وده حرفيا لما تخلصه هتحس ان جلدك الميت كله اتقشر. وبعد كده خدت دش حلو، وبعد كده طلعنا على ستيم روم، حاجه كده زي الساونا بس كلها بخار. ولو مستغرب من اللي انت شفته فاللي جاي اغرب. عملنا طمي مغربي، وبعد كده بتخش تاخد الدش الحلو، وانت بتاخد بقى الدش الحلو ده هتحس ان انت جسمك كله مترطب وناعم وجميل. باختصار كده حمام السرايا بيقول لنا كل حاجه تتخيلها او ما تتخيلهاش هتلاقيها عندنا. وبعد كده دخلت احلى زي ما انت شايف، واللي اكتشفته ان اشرف بسم الله ما شاء الله عليه ايده تتلف في حرير، وده اللي هيخليني اروح له مخصوص. بالمناسبه كده عايز اقول لك على حاجه مهمه، ان انت ممكن تروح هناك تاخد اي باكج انت عايزه واي خدمه انت عايزها، مش لازم تاخد نفس الباكج كله مع بعض. طب يعني ايه الكلام ده يا عم خالد؟ يعني انا مثلا عايز احلى ومش عايز اعمل جاكوزي ولا اي حاجه من اللي انت شفتها دي، اروح على الحلاق على طول. ده غير كمان ان هو عنده فرعين، والاثنين فيهم قسم رجالي وفيهم قسم حريمي.